اهلا وسهلا بيكم في شهي ولذيذ مع نانو. ان شاء الله النهارده هنعمل فيديو جامد جدا. فيديو الايس كريم ده بقى ايس كريم العبد، طعمه تحفه. هقول لك المقادير المظبوطه بتاعته، مقادير الكريمه. هو مش هنجيب كريمه، بس هنعمل بديل الكريمه. وهقول لك ايه هي الكميه اللي تحطيها المظبوطه بتاعه الفاكهه قصاد الكريمه. شايفه اصلا هو مطاطي ازاي، وكمان كريمي وبيمط كده زي الايس كريم اللي بيتباع بره. طعمه تحفه يا جماعه، حلو جدا جدا جدا. عملنا الايس كريم الفراوله، المانجا، الشوكولاته، الفانيليا. 5 أطعمة. عملت بكيلو حليب واحد بس. عملت 4 كيلو كريم ايس كريم. يعني كيلو حليب واحد عملت بيه 4 كيلو ايس كريم. تمام. انا عملت 5 أطعمة، يعني كل كيلو كده ناقص ايه شويه عشان اعمل الطعم الخامس. طبعا انت تعملي الكميه اللي انت عايزاها. هقولك المقادير المظبوطه للكميه دي. هقولك ازاي يطلع معاكي كريمي كده، وايه هي الغلطه اللي انا غلطتها علشان انت ما تقعيش فيها وتتفاديها ويطلع معاكي الايس كريم 100%. هو حاجه واحده بس غلطتها، ايس كريم الفراوله، وهقولك عليها. حتى انت كمان هتلاحظي ايه الفرق ما بينه وما بين كل انواع الايس كريم التانية. وانا بعبيه كده شايفه يعني الشكل بتاعه فيه حاجه مختلفه شويه. اقولك ايه الغلطه اللي انا غلطتها لما استعملته. هقولك كمان الالوان دي انا عملت ايه علشان انت كمان لو انت عايزه الحاجه، يعني الايس كريم بتاعك يبقى نفس الالوان اللي بتتباع بره. تمام. هقولك تجيبي ايه بالظبط. ايس كريم الليمون يا جماعه حلو قوي 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 بجد، يعني تحفه. انا اول مره بصراحه اجربه، بس عجبني جدا وعجب ولادي جدا، حلو قوي قوي قوي. طبعا بالنسبه للكوبايات دي بتتباع بره رخيصه على فكره يا بنات، مش غاليه. يعني لو انتوا عايزين تجيبوا بقى وتعملوا جو ال مكان بقى الايس كريم اللي بيتباع فيه وكده، وتعملوا جو حلو كده بقى، خروجات في البيت والكلام ده، مفيش مشكله خالص. هتشتريها وهيقعدوا معاكي كميه، يعني هيقعدوا معاكي يعني وقت كبير، لان هي كميه. انا جايبه ال50 علبه ب20 جنيه. وهيقعدوا معاكي كتير قوي. وشايفها من العلبه اللي هي الكبيره، انت ممكن تجيبي العلبه الصغيره هتلاقيها اقل كده من دي في السعر. تمام. بصي بقى ايس كريم الفانيليا تحفه ازاي شايفين. ما عنديش معلقه ايس كريم، المعلقه بتاعتي مكسوره، فقلت اعمل باي حاجه مش مشكله، يعني الدنيا مش هتقف. بس طالع برضو ايه يعني كرات، بس مش زي المعلقه، بس طالع تحفه بجد. بجد انا يعني اشجعكم جدا تجربوه. يعني بتمن كوبايه واحده، بتمن كوباية من دول هتشتريها من بره هتعملي 4 كيلو ايس كريم. يعني بتمن كوباية واحدة بس هتعملي 4 كيلو ايس كريم بكل النكهات اللي انت عايزاها، وبكل الحاجات اللي ولادك بيحبوها. مش شرط خالص تعملي اللي انا عاملاه، انت ممكن تعملي اي نوع فاكهة انتوا بتحبوه او ولادك بيحبوه. الشوكولاته طالعه تحفه جدا، وهقول لك انا حطيت عليها ايه الاضافه اللي انا ضفتها عليها وخليتها طعمها فوق الرائع. بجد يعني هو الفيديو النهارده جامد جدا. كمان هنتكلم في موضوع مهم جدا. كانت في واحده كده حبيبتي سالتني وقالت لي يعني ايه. آه الاول هقول عن الواحده السؤال اللي اتسال الاول. في واحده سالتني عن العجان اللي انا جايباه، وقالت لي هو بيقشر او لا، او مش عارفه هي سؤالها كان ايه. يعني هي بتقول لي ان هو بيقشر. لا بصراحه هو انا لغايه دلوقتي لسه ما حصلش معايا حاجه. يعني بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك، كويس جدا وما قشرش ولا اي حاجه. فلو انت عايزه تجيبيه هاتيه. هو بصراحه جميل جدا، انا جربته كذا مره، حلو قوي. المهم بقى دلوقتي بص، انا حطيت هنا صوص الشوكولاته. تمام. وكمان هنا الاحمر ده مش صوص، ده شوكولاته بيضه على لون احمر. برضو حلوه قوي، طعمها تحفه قوي مع وانت ممكن تشكلي او تزوقي بالطريقه اللي تريحك. كمان انا عندي ايه المعالق بتاعه الايس كريم دي، مشترياها برضو مع الكوبايات. حلوه قوي يا بنات، تشتروا منها برضو علشان بقى يعني تديهم بقى ايه يعني ايه جو. شايفه انا بوريكي ان هو بصوا تحفه جدا. شايفاه. وايس كريم المانجا برضو طالع يعني روعه 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 بجد. بس هما كلهم بصراحه الاطعمه حلوه قوي، احلى من بعض. يلا بقى بينا نبدا الفيديو. هنقول كمان احنا هنتكلم ازاي نعود ولادنا ان هم يشتغلوا معانا في البيت، علشان يريحونا، وعلشان هم كمان يطلعوا معتمدين على نفسهم، مش معتمدين علينا في كل حاجه. تمام. ده بناء على يعني ايه متابعه حبيبتي كده. قالت لي اتكلمي في الموضوع ده، فانا قلت لها تمام اوكي، انا هتكلم فيه ان شاء الله الفيديو الجاي. فاحنا هنتكلم فيه واحنا شغالين. اول حاجه انا هنا حطيت كوبايه كريم شانتيه خام. كوبايه كريم شانتيه خام هتجيبيه من عند العطار او من عند مستلزمات حلواني.
هتقولي له انا عايزه كريم شانتيه المتحده، تمام، ريتش المتحده. ده حلو قوي، النوع ده حلو قوي. هتجيبي 8 كيلو. انا هنا حطيت كوبايه قدامك، بس بعد كده هزود برضو معاكم، هزود وهحط ال 8 كيلو كله الكريم شانتيه. 8 كيلو بحاله، وهحط معاه الكيلو الحليب، وهتشوفوا دلوقتي. لو انت عندك عجان، العجان هيضاعف لك الكميه طبعا، وهيخلي كيلو الحليب معاكي كميه كبيره جدا، وهيعمل معاكي 4 كيلو من الايس كريم. طب لو انا ما عنديش عجان، هتستخدمي بقى المضرب اللي هو الكهرباء. بس الكميه هتبقى اقل معاكي شويه، علشان العجان بيضاعف الكميه. طب انا حطيت ايه هنا؟ حطيت 8 كيلو كريم شانتيه. الاول حطيت كوبايه، طبعا هزود بعد كده. وحطيت كمان 3 معالق كبار كريمه الباستري. كريمه الباستري يا جماعه بتلاقوها عند العطار برضو مع الكريم شانتيه. وكمان وحطيت كمان حوالي 3 معالق كبار سكر بودره. سكر بودره علشان السكر البودره بيمط كده معانا لما بنحطه مع الكريم شانتيه. وحطيت ايه كمان؟ حطيت معلقتين كبار عسل كلكوز. معلقتين كبار عسل كلكوز او معلقتين كبار عسل ابيض، تمام، يا ده يا ده. وبعد كده حطيت حوالي كوبايه ونص حليب، وسبتهم يتضربوا مع بعض. اول ما اداني بقى اللي هو ايه، الكريمه اتضربت معايا وعليت كده، فابدا احط اللبن شويه شويه. اللبن طبعا اول ما بجيبه بحطه في الفريزر علشان يبقى ساقع كده ومتلج، ولو في حته تلج يبقى حلو قوي برده، تمام. انا هنا جايبه اللبن اللي هو الاكياس، مش اللبن اللي هو البقري العادي الجاموسي اللي هو السايب، لا انا جايبه الاكياس. فانت هتجيبي اللي يريحك، بس انا بقولك ان ده بيبقى طعمه حلو، تمام، بيبقى طعمه حلو مع الحاجات دي. انا بحبه قوي احطه مع المعجنات او الكيكات او الحاجات دي، لكن ما بحبش يعني ان انا اشربه كده الا اذا كان هيبقى ساقع، تمام. فطبعا انا حطيت في الاول، اديني حطيت كده اول نص كيلو، وهبدا بقى احط النص كيلو التاني، والعجان بتاعي شغال. طيب في حاجه تانية نانو هتضيفيها؟ طبعا هضيف شوكولاته بيضه. بص انا بحط هنا بقيه ال8 كيلو بتاع الكريم شانتيه. هضيف شوكولاته بيضه، تمام، معلقتين كده شوكولاته بيضه سايحه، نوتيلا بيضه، او لو ما عندكيش ممكن يعني ايه شوكولاته بيضه مبشوره تحطيها مبشوره، ما تحطهاش قطع علشان ما تبوظلكيش العجان او المضرب الكهرباء اللي شغاله بيه. انا هنا عندي نوتيلا، فحطيت معلقتين كبار نوتيلا تعزز الطعم. لو ما عندكيش النوتيلا او الشوكولاته البيضه، يبقى حطي كيس لبن من اللي هو البودره، كيس او 4 معالق. لو انت عندك اللي هو السايب، حطي 4 معالق لبن بودره علشان يديكي يعزز الطعم معاكي، ويبقى الايس كريم بتاعك ملوش حل. نتكلم بقى في موضوعنا والعجان شغال كده. بالنسبه بقى للموضوع بتاع اني ازاي اعود ولادي ان هم يشتغلوا معايا في البيت من وهو صغيرين، لازم طبعا الحكايه دي والنقطه دي يعني ايه، ما تقوليش لا دول لسه صغيرين، يعني من سن 3 سنين. انا كده شايفه ان ده يعني سن مناسب جدا ان انت تعوديها او تعوديه اذا كان ولد برضو، ان هو حتى اقل ما يجب ان هو هيقوم يلم اللعب بتاعته من مكان بيلعب بالراحه وبالسياسه، من غير زعيق ولا من غير ما تضربي ولا الكلام ده كله، تمام. هيلم اللعب بتاعته في الصندوق او في مكان ما انت بتشيليها، هيجيبهم لنفسه ويلعب بيهم، وبعد ما يخلص لعب هيشيل. لو كان برضو بيلعب بحاجه تانية غير الالعاب ووسخ المكان اللي هو قاعد فيه، هتعوديه او هتعوديها ان هم يقوموا يلموا، مثلا اذا كان وقع ورق او وقع اي حاجه، يقوم يروق المكان اللي هو وينضفه، ويشيل مثلا الحاجه اللي هو وقعها على الارض بالمقشه والجاروف باي حاجه، المهم ان هو ينضف مكان ما هو قاعد. طيب بالنسبه بقى بعد ما يكبر شويه، يعني كل ما يكبر في العمر بقى انت تديهم مهام اكبر، يعني كل ما يكبروا تديهم مهام اكبر، تمام. انا هنا بقى عندي معلش نوقف كلامنا شويه ونتكلم على الوصفه اللي احنا بنعملها. هنعمل ايه بقى في الفاكهه؟ الفاكهه يا جماعه احنا هنحطها في الفريزر علشان تتلج، تمام. الفراوله، مانجا، اي حاجه ايا كان اللي احنا هنعمله. الافضل للفراوله انك تقطعيها قطع، ما تحطهاش تفرزيها وهي واحده زي ما هي صحيحه، لا، اغسليها ونضفيها وقطعيها قطع مكعبات، اي حاجه، مش عشان ما تغلبكيش لما تيجي تضربيها. انا الغلطه اللي انا عملتها هنا، اللي انا زودت كوبايه ميه صغيره وانا بضرب. ليه؟ علشان انا كنت حطاها صحيحه زي ما هي، فكانت محجره قوي، فكنت خايفه على ايه، على الهاند بلندر لحسن يتكسر،
تمام. فانت لا ما تعمليش كده، قطعيها مكعبات وشيليها، هتبقى طريه معاكي فهتقدري تخلطيها، وما تحطلهاش ميه نهائي، زي ما هي كده تخلطيها زي ما هي. طيب هنضيف عليها قد ايه بقى؟ بناء على الفاكهه الموجوده عندك هي اللي هتحط لها كريمه. يعني انا عندي كوبايه فاكهه، بعد ما فرمتها طلعت كوبايه زي ما انا شفت، زي ما انتوا شفتوها كده، انا حطاها في طبق، طلع طبق مليان يبقى انا هحط قصاده طبق كريمه، طلعت كوبايه مليانه يبقى انا هحط قصادها كوبايه كريمه، يعني قد الكريمه قد الفاكهه، علشان تطلع معاكي طعمها حلو قوي زي اللي بتتباع في المحلات اللي هي الغاليه الحلوه. انا زودت ايه؟ زودت معلقتين سكر، سكر بودره يا جماعه. لما تيجي تزودي هتزودي سكر بودره، مش هينفع ابدا نزود سكر من اللي هو الحبيبات العادي. تمام قوي. تمام. يبقى هتطحني سكر كده في البيت عشان تزودي منه على الايس كريم بتاعك. وزودت انا ايه كمان؟ زودت لون احمر عشان انا عايزاها يبقى اللون بتاعها غامق قوي كده زي اللي بتتباع في المحلات. فانا حبيت ان انا اعمل لهم يعني ايه الجو في البيت كده، كأن الايس كريم ده هما مشتريينه من بره وزي بره يعني، بس بره الاسعار مش قادره اقول لكم الاسعار عامله ازاي بجد، يعني حاجه صعبه. انا اتفاجئت فعلا من الاسعار، واتفاجئت من سعر يعني بولة الايس كريم عاليه قوي. ليه يعني؟ ليه يعني؟ انا مثلا لو انا خرجت انا واسرتي كلها ناكل ايس كريم بره ندفع مبلغ وقدره، طب ليه؟ طب ما انا ممكن بواحده بس، بتمن واحده بس ان انا اكلتها بره دي واتصدمت بمشاعري من سعرها. لا طب ما انا اعمل كل الكميه اللي انا عملتها دي 4 كيلو ايس كريم في البيت بتمن بوله واحده بس من اللي انا اشتريتها من بره، وبالكوبايات بالدلع بالشخلعه بكل حاجه. بكل حاجه هدلع ولادي واخليهم ياكلوا الحاجه اللي هي بره في البيت بحاجه انضف باطعم، بالفاكهه انت عارفه انت جايباها ازاي وعصراها ازاي وعاملاها ازاي. تمام. يبقى احنا زي ما احنا قلنا هنحط ايه قد الفاكهه ايه كريمه من اللي احنا عاملينها. يبقى الاساس الكريمه اللي احنا عملناها في الاول، وهناخد منها وهنعمل كل الاطعمه الموجوده معانا. تمام. تمام. طبعا الكريم شانتيه هيبقى ارخص كتير ويعني واقل كتير من سعر الكريمه ايه اللي هي السايله اللي انت تجيبيها وتعملي بيها ايس كريم، لا. او هتجيبي مثلا حليب مكثف محلى. طب احنا استغنينا عن كل الحاجات دي، والحاجات دي وده ارخص واحلى وطعمها طالع تحفه بجد يا جماعه. تمام. تمام. انا بقى هنا هفضيها في البوله. طبعا هي بتقعد في الفريزر كده حوالي 6 ساعات، والافضل ان انت تحطيها من بالليل للصبح، هيبقى حلو قوي، او من الصبح بالليل ايا كان يعني هتبقى حلوه. نرجع تاني بقى لكلامنا في عن الموضوع اللي احنا كنا بنتكلم فيه، موضوع ازاي نعود ولادنا ان هم يساعدونا في البيت، ولد او بنت، من وهم صغيرين خالص. كل ما زي ما قلنا بقى كل ما ايه السن يكبر بتاعهم كل ما احنا نعودهم على حاجة تانية جديدة. هنا بقى الليمون يا جماعة، معلش هنقطع برضو الكلام في الموضوع. هنا الليمون هتحطي حسب ما انت عايزة. انا حطيت ربع كوباية ليمون، وحطيت قصادها كوباية، يعني حطيت يعني كملت بقى الكوبايتين من الكريمة. يعني انا حطيت كوباية وبعدين حطيت تاني كوباية، حوالي كوباية الا ربع، وقلبتهم مع بعض وزودت كمان سكر. تمام. طيب لو انا بقى يعني ايه، انت ممكن تزودي كوبايه كريمه واحده وتقلبي، وبعد كده تشوفي محتاج ايه، محتاج سكر او محتاج ليمون، حسب المزازه بقى اللي انت عايزاها. عايزاه مزز قوي، عايزاه لا المزازه بتاعته تكون قليله شويه، حسب ما انت بتحبي. انت هتقلبي وهتدوقي، وبعد كده هتتحكمي في اللون زي ما انت عايزه برضو. تمام. او ممكن تستغني عن اللون عادي يعني، وتديهم ايه، هتديهولهم بس هيبقى لونه ابيض زيه زي الفانيليا كده، مش هيبقى فيه لون خالص. هتشوفيه دلوقتي معايا واحنا بنقلبه مع بعض. تمام. انا هنا زودت سكر وزودت ليمون تاني عشان انا بحبه المزازه بتاعته عاليه شويه. تمام. تمام. طيب نكمل بقى وانتوا شايفين طبعا وانا ايه شغاله. طيب دلوقتي ايه المهم بقى استني ولادي الكبر دلوقتي ودخلوا المدرسه، يبقى قبل ما اول ما يصحوا من النوم يرتبوا السراير بتاعتهم. برضو يساعدوكي في اي حاجه، ينولوكي حاجه. لو هم برضو بيلعبوا ينظفوا مكان ما لعبوا. تمام. علشان برضو الولاد يتعودوا ويتعلموا ازاي يساعدوكي في البيت.
عارفه يعني انت لو ما علمتهمش ده او ما عودتهمش على ده، لما يكبروا مش هيبقوا حابين المساعده معاكي في البيت خالص، مش متعودين عليها. فلما تطلبي منهم حاجه او مهمه او حاجه يعملوها مش هيبقوا حابين، فبالتالي انت هتتضايقي وهم هيبقوا مش عايزين يعملوا. فانت ما تحطيش بقى لا ده هي راحت المدرسه يبقى لازم هي كل اهتمامها يبقى للمدرسه، ما ينفعش تعمل حاجه تاني خالص في البيت. لا لا لا، اوعي تعملي كده، دي غلطه، غلطه واوعي تقعي فيها. لا، راحت المدرسه يبقى في وقت للمذاكره، في وقت تساعدك فيه، في وقت اول ما تصحى من النوم ترتب سريرها واوضتها دايما تبقى مترتبه. ما تعتمدش عليكي اعتماد كلي انك انتي اللي تنظفي الاوضه وتنظفي وتروقي سريرها وتوضبي الدنيا. لا، هتفضل متعوده على كده لحد ما تكبر، ولما تيجي تطلبي منها اي حاجه تعملها هتبقى مش عايزه تعملها عشان هي مش متعوده انها تعمل معاكي او تساعدك. هي اتعودت على الدلع، اتعودت على الكسل، مش عايزه تعمل حاجه. فالافضل والاحسن ان احنا نعودهم من هم صغيرين ان هم يساعدونا في البيت. تمام تمام. واستاخد طبق، واستاخد كوبايه تخش تغسلها وانتي تبقي مراقباها، وريني يا حبيبتي كده عملتيها ازاي. برافو عليكي. بس لو كنت بقى لا يعني هي لو مش هي منضفاها كويس، لو كنت بقى عملتي كده كانت هتبقى انضف وهتبقى احلى وهتبقى جميله قوي. لما تيجي تعمليها المره الجايه بقى اعمليها بالطريقه دي، من غير ما تعنفيها، من غير ما تقولها ايه ده، هو ده منظر كوبايه غسلتيها، هو ده منظر مش عارف ايه. لا لا، لو عملتي كده هي هتتضايق وهتزهق، مش هتبقى حابه تساعدك، وهتبقى حاسه ان الترويق والتنظيف ده عبء كبير قوي ومش ينفع، او هي مش هينفع تعمل معاكي حاجه زي كده عشان انت هتعنفيها لما تعمل الحاجه دي. لا، يبقى الافضل ان احنا ايه، دايما نتكلم معاهم بالراحه وتفهميها بشويش او تفهميه بشويش. بصوا بقى هنا، انا غلطت برضو غلطه، معلش هو النهارده ايه من الغلطات. المفروض ان انا ما كنتش احط بودره الزعفران دي، بودره الزعفران اللي انا بحطها على الحاجات عشان تديني اللون الاورنج ده. فانا ايه، ما عنديش اللون الاصفر اللي انا اخلي المانجا تبقى لونها اصفر، ما انا عايزاها لونها اصفر، لونها كده كان بهتان مش عاجبني. طب انا هخليها لونها اصفر ازاي وانا ما عنديش لون اصفر؟ فانا اتصرفت يعني، حطيت بودره الزعفران كده في شويه في نقطتين ميه، وبعد كده حطيتهم على ايه، على الايس كريم المانجا، فيديني اللون اللي هو الاورنج ده، يعني يديني لون المانجا ويديني اللون اللي هو الجامد اللي هو بيتباع بره يعني جامد قوي يعني. فبعد كده حطيت كمان حوالي كده ايه، انت بتحطي حوالي يعني رشه صغيره رشه صغيره. بعد كده بقى قلت عشان ما احطش ميه تاني، فبقيت اخد ايه حته من بقيت اخد معلقتين كده من الكريم شانتيه زي ما انتم شايفين كده، احطهم في بوله، وبعد كده اضيف عليهم رشه بودره الزعفران، وارجع احطها تاني في الايس كريم المانجا. طبعا انا ايه عشان كمان ما تديش اللي هو الحبيبات بتاعه بودره الزعفران دي تبان، يعني هو اصلا ما ينفعش تحطي اي لون بودره، ما ينفعش، لازم تجيبي اللي هو الجل ده. ده احسن حاجه طبعا، ومش غالي على فكره برضو، عند العطارين هتلاقيه وانواعه كويسه قوي. تمام تمام. انا كده بقى خلاص، انا عملت اللون دوت اللي انا عايزاه، بس هي طالعه حلوه قوي طبعا بصراحه. فانتوا يعني ايه، جربوها هيعجبكم باذن الله. المانجا طبعا، المانجا انا مفرزاها شايلها قطع كده مكعبات وفرمتها عملتها بالهاند بلندر. تمام. بس كده يا جماعه زي ما انتم شايفين بقى، انا كده خلصت كده ايه ايس كريم المانجا ده. انا ما حطيتلوش سكر زي الليمون وزي الفراوله تاني. بعدين معلش اعذروني على الصوت ده صوت الاطفال بتلعب في الشارع، فعاملين صوت دوشه جامد جدا، فمعلش ازعاج بتاع الجيران. آه بس كده زي ما قلت لكم بقى، انا كده خلصت وهفضيها في بوله برضو بس نرجع بقى تاني للموضوع اللي احنا كنا بنتكلم فيه، موضوع ازاي نخلي ولادنا يتعودوا ان هم يساعدونا في البيت
يعني زي ما قلت لكم برضو في الفيديو اللي فات، ما يبقاش بقى اهم حاجه الدراسه واهم حاجه لا ده انت بتذاكري لازم تقطعي في نفسك والدنيا مش عارفه ايه. لا مفيش بقى الكلام ده. تمام. لازم نعودهم ان هم يساعدونا وما يبقوش انانيين. آه ومش لازم بقى تطلبي منهم مثلا قومي اعملي مش عارف ايه، لازم تبقى متعوده ان هي من نفسها هتقوم تعمل مش عارف ايه ده، لان هي شايفاه ان هو لازم يتعمل وهي تقوم تعمله، او هو يقوم يعمله يساعدك. حتى لو ولد خليه يساعدك. تمام. مش لازم يبقى كل الشغل ايه البيت على دماغك. وبعد كده بقى انت تعملي كل حاجه، وبعد كده في الاخر بنرجع نشتكي ونقول احنا تعبانين ومش عارف ايه. و... وللاسف الولاد بعد كده بيبقوا اتعودوا ومش بيسمعوا الكلام ومش بيريحوا الواحد. هو النهارده اليوم العالمي بقى ان انا كل شويه عماله ادوق. بصوا بقى هنا ايه، انا حطيت 4 اكياس فانيليا. طبعا الفانيليا حسب رغبتك بقى، انت عايزه طعم الفانيليا بقى قوي كده وحلو كده في قلب الايس كريم ده، ايس كريم فانيليا. هتاخدي بقى طبعا الكميه بقى اللي انت عايزاها وتعمليها ايس كريم فانيليا. تمام. انا عملت هنا ايس كريم الفانيليا وبعد كده خلاص، هو مش عملت اي حاجه خالص غير ان انا حطيت 4 اكياس فانيليا دريم. وهفضيه بعد كده في البوله وخلاص. ومش هعمل ايه، مش هعمل فيه حاجه تانية. هو الايس كريم الفانيليا وطالع تحفه بجد، طالع يعني حكايته حكايه. تمام. حلو قوي. هعمل برضو انواع ايس كريم تانية ان شاء الله في فيديوهات تانية. هعمل ايس كريم اقتصادي، علشان اللي مش عايز ده، هو ده بيعتبر اقتصادي على فكره والله. يعني ده بيعتبر ان هو مش مكلف. يعني لو انت بتحبي تاكلي ايس كريم العبد ومش عارفه ايه والناس دي وكويدر والكلام ده، يبقى ده مش مكلف خالص. يعني هي واحده بس من تمن ايس كريم العبد او الكويدر بتمن اللي انت هتعمليه ده كله. تمام. بس لو في ناس عايزه بقى اقتصادي خالص، اللي هو بيبقى بالميه ومش عارف ايه والكلام ده كله، تمام، احنا هنعمله برضو مع بعض. وهعمل ايس كريم نوع تاني برضو حلو قوي هيعجبكم ان شاء الله في فيديوهات تانية يعني. تمام. بس هو الفيديو ده ما كفاش بصراحه، حسيت ان هو هيبقى طويل قوي لو انا زودت اي نوع تاني او عملت اي حاجه تانية. هنا بقى اللي فاض معايا بقى من الايس كريم، حطيت فيه من الكريمه، يعني حطيت بقى ايه معلقتين كاكاو كده كبار. طبعا ايه الكاكاو ما فيش مقدار، لان حسب الكميه اللي انت هتعمليها. تمام. انت هتحطي كده معلقه بمعلقه وتدوقي الايس كريم بتاعك وتشوفي بقى هل هو محتاج تاني كاكاو ولا هو كده كويس ولا ايه. انا هنا عززت الطعم بايه، انا عززت الطعم بالنوتيلا. حطيت معلقتين نوتيلا كده كبار وقلبتهم كويس قوي بالمضرب السلك. فالنوتيلا عامله ايه بقى، النوتيلا مدياني ايه، عشان ما انا عاملاها بالمضرب السلك فمش متكسره كلها، فمدياني طعم حلو قوي بقى. قطع شوكولاته كده جوه، قطع نوتيلا كده بقت ماسكه من الفريزر بعد ما جمدت الايس كريم، فكان طعمها تحفه بصراحه. شايفين بقى زي ما قلت لكم دي ايه، دي شوكولاته بيضه وانا حاطه لها لون و وطلع تحفه، طعمها حلو قوي مع ايس كريم الفراوله كمان ومع الايس كريم ال الايه الليمون. ايه رايكم بقى في الفيديو الجميل ده؟ وكمان قولوا لي رايكم في الكومنتات يعني بالنسبه للكلام اللي احنا اتكلمناه عن ان احنا ازاي نعود ولادنا ان هم يساعدونا. تمام. تمام. اكتبوا لي بقى في الكومنتات عن الموضوع دوت، وكل واحده تقول لي هي ازاي بتعود ولادها ان هم يساعدوها من وهم صغيرين. وايه رايكم بقى في الايس كريم بتاعي؟ حلو طبعا صح؟ اكتبوا لي برضه في الكومنتات. ولو انت لسه جديده وما اشتركتيش اشتركي في القناه عشان القناه تكبر بيكم وشاهدوا الفيديو يا جماعه لغايه الاخر، ان شاء الله هيعجبكم يعني. احنا في الاخر على فكره يعني اللي وصلت معايا لحد هنا بشكرها جدا 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 وبقول لها متشكره قوي ليكي انك اتفرجتي لغايه الاخر. بوريكم هنا بقى الايس كريم ازاي هو حلو ومطاطي، بس الصوره مش واضحه كده، انا لما رافعه ايدي لفوق مش عارفه ليه. ما علينا. ايه لو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وما تنسوش الكومنتات الحلوة، وما تنسوش لو اي حد عايزني اتكلم معاه في اي موضوع يكتب لي في كومنت ويقول لي اتكلم معاه في موضوع ايه او اتكلم عن موضوع ايه. ولو عايزه اقول اسمه هقول اسمه، مش عايزه اقول اسمه مش هقول اسمه، براحته. واشوفكم على خير في فيديو جديد.